محدش شاف خالة سناء يا ولاد، المدير بيسأل عليها. ردت عليها ممرضة من الواقفين وقالت لسه من شوية كانت واقفة هنا وبتسأل أنا مين وأنا فين وإيه اللي جابني هنا. فأخدتها مريم وراحت بيها على السكن تحبسها لحد ما النوبة تخلص. ردت عليها واحدة تانية وقالت الست دي بتصعب عليا قوي، أنا مش عارفة لولا إن إلياس جابها ولولا إن كلنا حواليها كانت عملت إيه وعاشت إزاي. ربنا يجازي اللي كان السبب في اللي هي فيه. مشيت الممرضة اللي جت تسأل عليها وراحت بلغت المدير إن نوبة الزهايمر جات لها، فأجل طلبوا ليها لحد ما ترجع لحالتها الطبيعية. أما سناء فبمجرد ما اتقفل عليها باب الأوضة قعدت على السرير وفضلت تبص على السقف والحيطان، تدور جوه دماغها على أي حاجة مش لاقيها، لا صورة أشخاص ولا أماكن ولا حتى ذكريات من أي نوع. كأن دماغها اتمسحت بأستيكة. مددت على السرير وبصت للفراغ، كانت حاسة إن الوقت وقف مش بيمشي، لا عارفة هي فين ولا عارفة لو خرجت برا باب الأوضة هتروح فين. كأن حد أخدها وحبسها في عالم النسيان. غمضت عينيها ونامت فترة، وأول ما صحيت وشافت واحدة من الممرضات معاها في الأوضة ساعتها اتعدلت وافتكرت كل حاجة. افتكرت اللي حصل لها من أغلى الناس عندها، وسألت الممرضة بخوف وقالت ازيكم يا أحلى عيلة في الدنيا، عيلة مروة عزام الغاليين على قلبي. حكايتنا من قلب الواقع، حصلت وبتحصل كتير قوي ولسه هتحصل طول ما في قلوب منزوعة منها الرحمة، واحنا دورنا اننا نحكيها عشان نتعلم ونستفيد من قصص الواقع اللي حوالينا. القصة للكاتبة ريناد يوسف وبصوت فاطمة سيد. ويلا تعالوا نشوف سناء لما صحيت وافتكرت قالت ايه. يلا بينا. هو منتصر ما جابش العلاج لسه؟ ما حدش عرف عنه حاجة؟ ما شفتيهوش يا أنعام؟ هو رفيع وطويل كده وأبيضاني وفي شنب ودقن خفاف. يا دي السؤال ده بقالك 3 سنين بتسأليه لنا كل ما تصحي من النوم، وكل مرة نقولك ما جاش ولا هيجي. ابنك رماك يا خالة سناء، صدقي بقى وقومي بقى، مادام انتي سألتي على ابنك تبقي فايقة، روحي كلمي المدير عايزك. قامت سناء ومشيت بضعف في الطرقة اللي بتودي لمكتب المدير، وهي رايحة افتكرت الحاجة الوحيدة اللي باقية في ذكرياتها لابنها في نفس اليوم اللي انتهت فيه كل حاجة وبدأت منه كل حاجة. أما اقعدي هنا، أنا رايحة أجيبلك العلاج وجايلك أوام. لا يا ابني، خدني معاك، أنا أخاف أقعد لوحدي هنا، الدنيا ليل والمكان مقطوع. يا أما بطلي دلع بقى، تكبيرة من الصغيرة، عيب عليكي الكلام ده، عيب. خلص كلامه وتحرك بسرعة وهي ندهت عليه بحلو حسها. طب هات المحمول بتاعي عشان ترن عليا، ولا أرن على مراتك أتكلم معاها تونسني على ما ترجع. لا خليه معايا عشان تليفوني فصل شحن، وهرن على محمود صاحبي يجيلنا بالتاكسي عشان يروحنا، وبعدين الصيدلية على الناصية هناك اهي، مش هغيب قلتلك. خلص كلامه وجري بسرعة وهو باصص للأرض تحت رجليه ورافع رقبة الهاي كول بتاعه مداري نص وشه. أصل الدنيا كانت شتا والجو ساقعة، بس ما قدرش يستنى أكتر من كده على أمه اللي بقالها أسبوع بتشتكي من وجع عظم رجليها، وقرر إنه يكشف لها النهاردة عند دكتور كبير في محافظة تانية ما قالهاش حتى اسمها. ده اللي منتصر فهمه لأمه وهو منزلها من بيته على المجهول. فضلت سناء أمه مستنياه في مكانها تبص حواليها على الرايح واللي جاي، وحضنة دوسيه الأشعات والتحاليل بتوعها بحرص أحسن حاجة تقع منهم ومنتصر ابنها يزعق لها، أصله عصبي وهي بتخاف تزعله. عدت ساعة كمان وبدأت سناء تحس بالقلق والخوف على ابنها. وقفت وبدأت توقف اللي رايح واللي جاي وتسألهم: يا ابني ما شفت الشاب لابس فانلة صفرا وبنطلون اسود وطاقية صوف؟ هو طويل كده اسم الله عليه وفيه شنب ودق، قال لي رايح يجيب لي العلاج من الصيدلية وبقاله ياما مرجعش. كانت الناس تهزلها دماغها وتمشي، مفيش غير شاب واحد بس وقف وقال لها: دواء ايه بس يا امي وصيدلية ايه؟ ده في 3 صيدليات حواليك يا هم، لو كان فعلا رايح يجيب العلاج كان رجع من بدري، اقعدي استني حبة كمان يمكن راح هنا ولا هنا وراجع. ايوه بس انا خايفة، انا بخاف من الضلمة ومن الشارع وهو عارف كده، وبعدين ده غبي ياما. طب تعالي انا هقعد معاكي وانسك لحد ما يرجع.
قعد معاها إلياس وفضل مستني وشايفها وهي بتتلفت شمال ويمين. اهدي بس يا أمي، الغايب حجته معاه وأكيد دلوقتي يجي. جعانة طيب أجيب لك أكل؟ لا يا حبيبي، ربنا يبارك فيك يا رب، أنا شبعانة، لا عايزة أكل ولا عايزة أشرب. أنا بس عايزة أطمن على منتصر ابني، يا ريته ما جه يكشف لي ولا يجيب لي علاج ولا نيلة. طب يا حاجة انتي مش حافظة رقم ابنك ولا معاكي ورقة حتى مكتوب فيها أي رقم لأهلك ولا عارفة حتى اسم منطقتك ايه؟ فكرت سناء شوية. لا مانيش عارفة حاجة، بس هو عارف، أصلا أنا بنسى كتير قوي يا ابني. اتنهد الشاب وفضل قاعد جنبها لحد الفجر تقريبا وهي على نفس قعدتها وعيونها مرتاحوش من التفتيش عليه وسط الناس ودموعها كمان ما وقفتش والشاب حس باليأس. طب بصي يا أمي، ظاهر كده ابنك مش جاي، أنا مش هقدر أقعد معاكي أكتر من كده، أصلي ورايا شغل في المستشفى ورديتي هتبدأ خلاص، هروح أجيب لك أكل وبعد ما أخلص شغلي هعدي عليكي، وبقي طمنيني لو ابنك جالك، ابقي سيبيلي خبر مع بتاع السوبر ماركت اللي هناك ده، خلي قلبي يرتاح عشان هكون مشغول عليكي والله. هزت له سناء دماغها وهو راح غاب دقايق ورجع لها بكيس مليان عيش وجبنة ومية، وسناء أخدته منه وركنته جنبها وشكرته، وهو ماشي سألته إلا قول لي يا ابني، هو أنت اسمك إيه؟ إلياس. اسمي إلياس يا أمي. ربنا يا ابني يبارك فيك ويستر طريقك ويكفيك شر الغفلات وما يحوجك لحد أبدا. ابتسم لها إلياس ومشي من جنبها وهو بيسأل في السوبر ماركتات والصيدليات عن شاب بالمواصفات اللي سناء ادتها له، لكن محدش أبدا قال له إنه شافه، فكمل طريقه على المستشفى. أما سناء فبصت حواليها بخوف وسندت دماغها على الكرسي لورا، وغصب عنها من خوفها نامت وعيونها قفلوا، ولما صحيت ما كانتش فاكرة أي حاجة، لا هي فين ولا بتعمل إيه ولا إيه اللي جابها في المكان الغريب ده. وإلياس أول ما راح المستشفى فضل يسأل لو حد جه امبارح في حادثة بمواصفات منتصر ابن الست اللي شافها امبارح، بس ملقاش. كمل شغله عادي وهو بيتمنى إن يكون رجع لأمه وأخدها وإن الشك اللي اتولد جواه يكون كذاب، لكن اللي حصل إنه بعد 8 ساعات وردية خرج وراح على نفس المكان اللي كان شاف الست فيه، شافها من بعيد لسه قاعدة في نفس المكان بتتلفت حواليها وتعيط والناس ملمومة حواليها. جري ناحيتها وسألها، ها يا أمي لسه ابنك مجاش؟ ابني مين؟ هو أنا ليا ابن؟ قعد إلياس قدامها. ابنك منتصر اللي جابك امبارح وسابك هنا وراح يجيبلك العلاج يا حاجة. أنا مش فاكرة حاجة خالص، أنا جيت هنا إزاي؟ وانتوا مين؟ هنا إلياس عرف إن الست دي بتعاني من زهايمر وإن ابنها سابها قاصد لأنه متأكد إنها مش هتعرف ترجع تاني. اتنهد وبصلها بحسرة وافتكر أمه اللي ماتت واتحرم من حنانها وبيتمنى لو ترجع يوم واحد بس ويقعد تحت رجليها ويعمل لها أي حاجة ترضيها، واستغرب إن في بني آدم بالجحود اللي يخليه يرمي أمه في الشارع. وقف إلياس ومد إيديه وقال لها، أمي تعالي معايا يا أمي، انت من امبارح قاعدة هنا وأكيد القعدة تعبتك. هتاخدني على فين؟ ما تخافيش، هاخدك المستشفى وخليكي تنامي شوية وترتاحي في أوضة من التمريض. قامت سناء راحت معاه وهي ما قدامهاش حل تاني. وصلوا المستشفى وراح بيها على سكن التمريض الحريمي وقال لبنت هناك، عبير الست دي تايهة من امبارح وعندها الزهايمر، فضلت طول الليل قاعدة على كرسي عند محطة الأتوبيس، خليها تنام شوية بالله عليكي. أخدتها منه عبير ودخلتها أقرب سرير عشان ترتاح عليه وجابت لها أكل كمان تاكله. وإلياس خرج جدا مواصفاتها العامل للريسبشن عشان لو حد جه يسأل عليها. أما عند منتصر فعبلة كانت فرحانة جدا. انت جيت يا حبيبي؟ أمال أمك فين؟ سبتها في الشارع وجيت من غيرها يا عبلة. سبت أمي عشان ملهاش مكان في بيتي ولا مراتي قادرة تستحملها، سبتها عشان مصاريفها حمل علينا وإحنا عايزين نوفر عشان نعمل حقن مجهري للمرة ال10 ونخلف لنا حتة عيل، سبتها عشان تعرفي تقعدي في بيتك براحتك. لا يا منتصر ما تجيبهاش فيا، انت عارف ان السبب غير كده، السبب علاجها ومصاريفها اللي ما بتخلصش وهي ما عندهاش حتى معاش تصرف منه على نفسها. السبب لما كانت تقوم من النوم تصرخ وتقول انتوا مين وانا فين وتلم علينا الناس. السبب انها يوم عارفانا و10 نسيانة. انا ما انكرش ان وجودها كان مضايقني واني كنت بشتكي منها، بس انا ما ضربتكش على ايدك عشان تعمل فيها كده، هي ان هي كانت موجودة جواك من البداية. ودلوقتي بقى تعالى دخل الكراكيب اللي مالية الشقة دي اوضتها، اهو ربنا وسعها علينا بدل الخنقة اللي احنا فيها، وكمان عشان نلحق اطبخ.
أصل أمي كلمتني وقالت لي إنها هتعدي عليا النهاردة تقعد معايا شوية. هز منتصر دماغه وراح يدخل الكراكيب في أوضة أمه، وأول ما دخل الأوضة تخيلها قاعدة على سريرها ماسكة سبحتها وبتسبح بعد ما صلت الفجر. غمض عينيه وفتح عشان يطرد خيالها، وتقدم بسرعة على السرير فكه عشان يوسع مكان كبير في الأوضة. وبعد ما خلص بدأ يدخل الكراكيب جوه الأوضة. وعبلة مراته راحت تطبخ لأمها اللي كل ما تيجي لازم تعمل لها الحلو كله حتى لو بآخر قرش في البيت. وبعد ساعة كان سمع صوت مراته مع أمها وهم قاعدين في الصالة وبيضحكوا وبيقولوا أخيرا غارت في داهية، خليته يسربها زي القطط. جدعة يا بنتي يا عبلة، نصحى زي أمك، انت أصلا مالك بالهم ده، زهايمر ومسؤولية ووجع راس. أيوة أنا مالي بيها بلا قرف، خليها في الشارع ولا تروح أي دار مسنين ولا أي داهية بعيد عني وعن بيتي. قعدوا يضحكوا وكل ده منتصر سماهم وقلبه بدأ يوجعه والندم بدأ ياكل فيه. عدى على سناء في المستشفى يوم و2 و3 وأسبوع على نفس وضعها، بس كل البنات حبوها وإلياس وصحابه وحتى الدكاترة كل اللي يعرف حكايتها يتعاطف معاها، وقرروا يخلوها وسطهم. أصل لو دوروا على ابنها ورجعوها له هيرميها في الشارع تاني، على الأقل هم هيبقوا أحن عليها منه ومن غدر الشارع وقساوته. ولما وصل كل الكلام ده لمدير المستشفى طلب يشوفها، وأول ما راحت له وقعدت قدامه وكانت في حالة التوهة اللي هي فيها أشفق عليها وقال لها بصي يا ست سناء، أنا هسيبك قاعدة هنا بس لازم يكون لك صفة يعني، فأنا هعينك عاملة نظافة بعقد مؤقت عشان سنك كبير، وبعد كده تقدري تكوني في المستشفى وتباتي كمان. فرحت سناء وقامت عشان تخرج، فقال لها لا استني، رايحة فين؟ الأول عايز أعرف منك اسمك بالكامل واسم والدتك عشان أطلع لك شهادة ميلاد وبيها أطلع لك بطاقة أو ناخد منها الرقم القومي. سكتت شوية وسرحت، بقت تبص في كل زاوية في الأوضة وتغمض وتفتح في عينيها كأنها بتعصر دماغها، وبعدين قالت له بسرعة وبحماس اسمي سناء عبد الحميد مطوع محمود، واسم أمي نادرة السيد أنور. دون الدكتور الأسامي بسرعة وبصلها. قوليلي مدام افتكرتي انتي من فين؟ اديني اسم منطقتك. سكتت سناء شوية كأنها بتفتكر، وبعدها هزت له دماغها بأسف وقالت له مش فاكرة يا دكتور. هز الدكتور دماغه بتفاهم. طيب روحي على الاستراحة وأنا هخلص كل حاجة وأبلغك. رجعت سناء على الاستراحة وهي مبسوطة جدا وفرحت الكل معاها وكلهم باركولها، وبدأت من يومها شغل في المستشفى بمرتب شهري بسيط وشوية شغل مش مرهق خالص. كل اللي حواليها أصلا بيساعدوها ومش بيخلوها تتعب نهائي ولا تجهد نفسها، كانوا بيعاملوها بحب كبير قوي كأنها أمهم وبركة المكان. وبدل ما كان ليها ابن واحد بقى ليها عشرات، كلهم بيحبوها وبيحاولوا يفرحوها قد ما يقدروا، والدكاترة كمان كل دكتور في تخصص كان يكشف عليها ويطمنها ويطلع لها العلاج اللازم. بمعنى أصح من يوم ما ابنها سابها ورماها وصحتها اتحسنت، بس نفسيتها أبدا ما اتحسنتش. كل ما تفتكر إنه فرط فيها بعد العمر الطويل ده وكل اللي عملته عشانه قلبها يحزن ويتوجع، وتحمد ربنا على نعمة الزهايمر اللي بيدي لعقلها هدنة من التفكير عشان ما تتجننش خالص. وبرغم كل ده كانت بتدعيله كل ما تفتكره، كانت بتدعيله إن ربنا يكون في عونه ويساعده على اللي هو فيه ويكرمه بالذرية الصالحة بعد كل عمليات الحقن المجهري اللي بيعملها هو ومراته وتفشل. وصلت سناء عند باب المدير وخبطت على الباب، ولما دخلت قال لها ادخلي يا حاجة سناء تعالي، بصي انت عقدك اللي عملتهولك انتهى، وللأسف سنك بقى كبير على اني اجددهولك او اعملك عقد تاني، ومسألة انك تقعدي في المستشفى بدون عقد انا مضمنش الظروف، وممكن اي حملة تفتيش تيجي تخرجك بره وساعتها مش هيكون قدامك غير الشارع. والحقيقة بعد عشرتك الطيبة معانا انا مقدرش اخليكي تتعرضي لحاجة زي دي. فايه رأيك؟ انا ليا بنتي دكتورة كانت مسافرة هي وجوزها دولة في الخليج، وجم عشان يستقروا هنا في البلد وبيجهزوا المركز بتاعهم، فانا هخليها تشغلك معاها، وما تلاقيش نفس النظام زي هنا، ومش هتتعبي يا ستي، هتكوني بس ملاحظة على عمال النظافة. ايه رأيك؟ وهو في بعد كلامك كلام تاني يتقال يا دكتور؟ انا والله ما عارفة اودي جمايلكم دي فين. تعرفتوني ان المحبة عمرها ما كانت بالدم ولا بالقرابة، وان الدنيا لسه بخير، مع اني هيعز عليا اسيب ولادي وحبايبي اللي هنا، بس ما باليد حيلة. ما تقلقيش،
كل ما يوحشوكي قوليلي وانا هجيبهم لك بالعربيه لحد هنا تشوفيهم وتقعدي معاهم زي ما تحبي. ابتسمت سناء وطلعت من المكتب وهي بتحمد ربنا على لطفه ورعايته وعلى تدابيره اللي ساعات بتوجع القلب في أولها لكن آخرها بيبقى رحمة ما كناش شايفينها. عدى شهرين في المركز الجديد وسناء اندمجت بسرعة زي عادتها. كل اللي هناك حبوها والمرة ده كانوا بيستنوها عشان تسلم عليهم وتدعي لهم، والدكاترة بقوا ينادولها الحاجة سناء وكأنها أمهم كلهم. أما منتصر فمن يوم ما مشيت أمه من البيت وهو حاسس إنه مش مرتاح. أول أسبوع عدى عليه كأنه جحيم. سمع صوتها في ودانه وصوت شبشبها وهي رايحة الحمام تتوضى لصلاة الفجر، يشوفها على الكرسي اللي كانت دايما تقعد عليه. لكن في المقابل حياته مع مراته بقيت أهدى، مفيش مشاكل ولا كلمة أمك تتقال 1000 مرة في اليوم، ولا خناق على مصاريف، ولا تفضل طول اليوم تتكلم مع أمها بالساعات على حماتها وقد إيه الحياة جحيم معاها. يعني مقابل رميه الأم وارتاح في بيته مع مراته. وبعد سنة وشوية من اللي حصل مراته فاجئته في يوم وجابت أمها تقعد معاهم في البيت بحجة إنها تعبانة وما بقتش قادرة تخدم نفسها، والموضوع فترة بس لحد ما تخف. قعدتها في أوضة سناء وبقت تستخدم كل حاجاتها. سكت منتصر مع إنه ما كانش راضي عن الوضع، لكن أمها كل يوم تزودها، تطلب طلبات معينة وتدي المنتصر اسم علاج يجيبهولها. وفي يوم قال لمراته: بقولك إيه، خليتيني أمشي أمي من البيت عشان تجيب أمك؟ وإيه كل المصاريف دي؟ هو ده مش بيأثر على ظروفنا زي ما كانت طلبات أمي بتأثر؟ وبعدين أنا أخد أمك للدكاترة وأجيب لها ليه؟ أنا مالي؟ أنا مش ملزم زي ما أنت ما كنتيش ملزمة بأمي، كنت كل يوم بتفكريني بده. لا بقولك إيه، كله لأمي، أنا أمي عندي فوق الدنيا كلها، وزي ما بخدمك أنت ملزم تخدم أمي. متقعدش بقى كل شوية تقارن بين أمي وأمك، عشان أنا أمي خارج المقارنة أصلا. وبعدين أنت اللي فرطت في أمك. عشاني بقى، عشان نفسك، عشان الجن الأزرق أنا ماليش فيه. سكت منتصر ومردش عليها عشان مش لاقي رد، وفعلا كلامها كله مظبوط. محدش ضربه على إيده ولا كان حد هيلومه لو ما كانش فرط. عدت الأيام والسنين والحال كما هو عليه. منتصر شايف بعينه كل اللي حرم منه أمه حماته بتتمتع بيه وساكت، لحد ما حماته بدأ يظهر عليها علامات الزهايمر. بقيت تنسى والحالة بسرعة اتدهورت في وقت قليل، وكأن دماغها بتنطفي زي حبل النور ما بيفصل، لدرجة إنها بقت تنسى بنتها وتنسى هي فين وهي مين بالأيام. ولما تفتكر اسمها وحاجات حصلت من سنين بعيدة، وأسامي أماكن اختفت أصلا. وكانت عبلة بنتها لما تجيلها الحالة دي تفضل تعيط عليها بوجع، في حين إنها لما كانت تيجي الأم ما كانتش بتبطل تريقة وضحك عليها. وفي يوم أخد منتصر قرار، في نص الليل قام يتسحب من جنب عبلة عشان ينفذه. وبعد حوالي ساعتين كان نازل من العربية وبينزل حماته في محافظة تانية بعيدة، وسابها بالظبط زي ما ساب أمه، من غير تليفون ولا فلوس ولا أي حاجة، بنفس الطريقة. ورجع لمراته اللي كانت مستنياه وهي هتتجنن، وأول ما شافته جريت عليه وسألته: أمي فين يا منتصر؟ أخدت أمي ووديتها فين؟ عملت فيها نفس اللي عملته في أمي، أصلها بقيت حمل تقيلة عليا ومصدر إزعاج وزنق الشقة، وانت عارفة إن اللي بيكبر بيترمي في الشارع. أمك مش أحسن من أمي. صرخت عبلة بعلو صوتها وبقيت تضرب فيه وتشتمه بكل الشتايم اللي في الدنيا. ليه عملت كده؟ حرام عليك، هي أذتك في إيه؟ دي واحدة ضعيفة وعيانة. كنت قلت لي إنك مش عايزها، وأنا كنت أخدها ومشيت من هنا خالص. كنت اتطلقت منك ومشيت مع عمي في أي مكان بعيد عنك. كنت عملت أي حاجة عشان أمي تبقى معايا. خلصت كلامها ونزلت تدور على أمها في الشوارع زي المجنونة، ماسكة صورتها وبتسأل للرايح والجاي، ومنتصر مراقبها من بعيد وبيلوم نفسه على قسوة قلبه، وبيسأل روحه: هو أنا ليه ما حبيتش أمي بالشكل ده؟ إيه اللي حماتي عملته لمراتي عشان تحبها الحب ده كله أكتر من اللي أمي عملته عشاني عشان أحبها؟ بالعكس، دي أمي كانت أحن أمي في الدنيا، وأنا كنت أوطى من مراتي اللي برغم إني فضلتها على أمي هي اختارت أمها وبعتني في ثانية وصغرتني قدام نفسي أكتر ما أنا صغير. عدى يوم والتاني والتالت وعبلة مش لاقية أمها رغم إنها عملت كل اللي يتعمل. وفي النهاية رجعت لمنتصر: طلقني يا منتصر، عشان أنا مش هقدر أبص في وشك بعد اللي عملته في أمي. تطالق يا عبلة، وعزائي إني قدرت أدوقك أنت وأمك من نفس الكاس اللي دوقتوه لغيركم. أتمنى إن أمك تكون بتشوف نفس اللي أمي شافته. وبعد سنتين في يوم سناء كانت واقفة قدام باب المركز بتمسح التراب عن زهرية، ووقفت عربية قدام الباب. نزل منها راجل وشه مرهق، شعره فيه أبيض في السوالف،
وعينيه غرقانة هم وواحد سنده. أول ما شافته سناء اتجمدت مكانها، حست إن قلبها دق دقة غريبة. مش فاكرة اسمه، مش فاكرة شافته فين، بس وشه بملامحه التعبانة وجعها بطريقة خلتها تحط إيديها على صدرها. أما هو فمجرد ما وقعت عينيه عليها رجله خانته، سند على باب العربية وهو بيبص عليها كأنه شاف ميت قام من قبره. همس بصوت مخنوق: أمي. جري عليها رغم تعبه وضعفه، وأول ما وقف قدامها بقى يضحك ويبكي في نفس الوقت. وسناء رفعت حاجبها باستغراب: نعم يا ابني، تعرفني؟ سامحيني يا أمي، حقك عليا. يا ابني هو أنت تعرفني؟ أنا ابنك، أنا منتصر، وأنت أمي سناء، أمي اللي لقيتها بعد السنين دي كلها، بعد كل الوجع والذنب اللي عشت فيه. أنا منتصر ابنك يا أمي. سكتت سناء وبصيت له وسرحت في وشه، وفجأة زي برق خاطف مرت قدام عينيها صورة محطة الأتوبيس والليل والبرد والكرسي والضلمة وإلياس وشاب تاني لابس فانيلا صفرة. شاب كان لابس فانيلا صفرة ماشي وما بيرجعش. رجعت خطوتين لورا، وصلت له بابتسامة وقالت له: انت غلطان يا ابني، انا ماليش ولاد، انا معرفكش. ركع منتصر تحت رجليها: لا يا أمي، افتكري ابنك بالله عليك. أنا منتصر حبيبك اللي كنت بتاخديه في حضنك وتغني له، كنت بتغني له عشان ينام حتى وهو راجل كبير. أنا منتصر اللي بقاله سنين تايه من غير حضنك، وحاسس إن براح الدنيا طابع على أنفاسه. أنا طلقت عبلة يا أمي ومشيتها من البيت، ومن ساعتها وأنا بدور عليكي، والحمد لله ربنا استجاب دعايا ولقيتك. بعدت عنه سناء وهي بترد عليه بثبات: انت غلطان يا ابني، اكيد متلخبط واشتبه عليك الامر، انا ما عنديش ولاد، ما خلفتش. خلصت كلامها ولفت وسابته ومشيت. كانت بتبعد عنه خطوة بخطوة، ومع كل خطوة كانت بتحس قلبها بيتخنق ويموت. أيوة هي فاكراه وفاكرة كل حاجة حصلت منه، بس مستحيل ترجع معاه بعد كل سنين النسيان دي. وبعد رميته ليها في الشارع جعانة وبردانة، ورجع لمراته يحتفل معاها بالتخلص من أمه. دخلت الأوضة بتاعتها ونامت فيها، غمضت وهي بتهرب من وجع كانت بتحاول طول السنين اللي فاتت إنها تدفنه جواها، ما بتقدرش. من بعد اليوم ده ومنتصر بقى كل يوم يجيلها على أمل إنها تفتكره، بس كانت بتتعامل معاه بابتسامة ونكران، كأنه غريب، كأنه عمره ما دخل حياتها. غربته عنها زي ما هو غربها من سنين. كان يشوفها تدي مشاعر الأمومة لكل اللي حواليها، وهو اللي كان كل ده حقه لوحده زمان. واقف على عتبها شحات للحظة تحضنه فيها أو حتى تفتكره وتنطق اسمه، بس هي اختارت تحاربه بالنسيان والتجاهل بنفس السلاح اللي حاربها بيه، وتمنت لو تقدر تخليه يحس بالبرد اللي جواها واللي ما فرقهاش من الليلة اللي سابها فيها لما سابها في الشارع وخلى السقعة تسكن روحها. أما عبلة فلقيت أمها بعد ما قلبت الدنيا عليها، بس لقيتها مفرقة الحياة في الشارع مع المشردين، وحد كان منزل بوست على النت بصورتها، وندمت ندم عمرها على اللي حصل في حماتها زمان واللي وصلها لكل ده. ندمت على خبثها وتحريضها المنتصر عشان يرمي أمه. ندمت بعد ما دقت وجع الفقد على أغلى الناس في الدنيا. مفيش أقسى من إن أم وأب يكبروا ويلاقوا الغربة في قلوب اللي كانوا ليهم وطن، يأكلوهم من أعمارهم ويكسوهم من صحتهم ويفضلوهم على نفسهم لآخر العمر. وزي ما الأمومة والأبوة مسؤولية، البنوة كمان مسؤولية، والأبناء عليهم واجب تجاه أهلهم، دين ولازم يتوفى على أكمل وجه، واللي يعمل غير كده يبقى خسر في الدنيا وفي الآخرة. أنا بس عايزة أستأذن حضراتكم أنكم تدعوا بس لوالدي ووالدتي بالرحمة، ويعني أسفة لو كان في مشاعر كتيرة قوي في القصة، بس عشان الأب والأم دول حاجة غالية قوي، فأسفة، وياريت تدعوا لأهلي بالرحمة.